أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في هذا المقطع الجديد. قبل أن نبدأ أذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب دعما لنا لنستمر في نشر مثل هذا المحتوى. موضوعنا اليوم عن سورة عظيمة هي سورة البروج، وهي من أعجب سور القرآن في التذكير بقدرة الله وتسلية قلوب المؤمنين وتثبيتهم على الحق. نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، حين كان المسلمون يعانون من الاضطهاد والعذاب على يد قريش، فجاءت هذه السورة كتثبيت لهم وتذكير بأن من قبلهم من المؤمنين قد ابتلوا وصبروا فنلوا الجنة ورضوان الله. وذكرت السورة قصة أصحاب الأخدود، وهم قوم أشعلوا نارا عظيمة في الأرض وحفروا خندقا ممتلئا بالنيران وألقوا فيه مؤمنين لأنهم آمنوا بالله فقتلوا شهداء على الإيمان. فأراد الله بهذه القصة أن يثبت قلوب المسلمين ويذكرهم بأن الإيمان له ثمن، وأن الجزاء العظيم في الآخرة لمن صبر وثبى. سورة البروج لها أسرار روحانية عظيمة، فهي تذكر المؤمن بقدرة الله الذي رفع السماء وزينها بالبروج، وبأن الله على كل شيء قدير. وفي الروايات وتجارب الصالحين أن تلاوتها تحقق الأمور مستحيلة بإذن الله، وتكون سترا وحماية للمؤمن من شيوع الشياطين وأعداء الله، بل وتقع عليهم كالنار والصاعقة. من جعلها وردا يوميا بأن يقرأها 7 مرات بعد كل صلاة، فإنه يرى تجليات وبشارات عجيبة خلال أسبوع واحد، خصوصا من اليوم الثالث. في طلب الزواج تقرأ 41 مرة مع الدعاء بالمراد. في طلب الرزق تقرأ 3 مرات يوميا. في طلب الذرية الصالحة تقرأ بالمواظبة مع الدعاء بالذرية. ومن أراد حماية والشفاء ورفع الكرب فليجعلها وردا ثابتا في نهاره وليله. إخوتي وأخواتي، سورة البروج ليست مجرد سورة نتلوها، بل هي تذكير عظيم بقدرة الله ودرس في الثبات على الحق، وسر روحاني فيه حماية وبركة وتحقيق للأمنيات. فلنجعلها وردا في حياتنا ولنستفد من أسرارها العظيمة، فهي بإذن الله صاعقة على الشياطين ومفتاح للخير والنور. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة مع أصدقائكم ليعم الخير والفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.